شوفوا لي بقى جمال البطة دي. عملت النهاردة بط بطريقة سهلة وبسيطة زي ما احنا متعودين. وصفاتنا كلها سهلة ومفيهاش اي تعقيدات. عملت النهاردة البط بطريقة تحفة ولا اجدعها مطعم يا جماعة. ومتقلقوش سهلة وبسيطة خالص. هعرفكم ازاي نغسله بطريقة حلوة، ازاي ما يكونش فيه اي زفارة، ونعمل له خلطة حلوة قوي يطلع مميز زي ما انتم شايفين. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الوصفة الحلوة دي مع بعض ازاي. جبت بطايه هنا عندي اي وزن طبعا تفضلوه. تمام. غسلتها تحت الحنفيه بس كده. بجيب لها اهم حاجه بقى، الحاجه اللي بغسلها بيها مش هتخلي فيها اي زفاره نهائي. معلقتين كبار كده من الدقيق، معلقه كبيره من الملح، وعصره ليمونتين حلوين. ده بقى اللي هتخلي البطه مفيش اي زفاره فيها. جربوها ان شاء الله وهتدعولي. بنغسلهم كويس قوي وادعكها كويس قوي بالثلاث مكونات دول، مش هيخلوا اي زفاره في البطه نهائي. تمام. بعصر الليمون كده عليها وبدعكها كويس قوي من بره ومن جوه بالثلاث مكونات دول. ما تقلقوش ان شاء الله، جربوها بالطريقه دي مفيش اي زفاره زي ما انتوا شايفين كده. هندعكها بقى دعكه حلوه كده محترمه من بره ومن جوه. هوريها لكم دلوقتي بعد ما دعكتها. البطه الله اكبر ما شاء الله. اهم حاجه مش هتلاقوا ريحه زفاره، وهتلاقوها فله كده ما شاء الله كده. ثانيه واحده كده معايا، بدعكها دلوقتي كده قدامكم. اي ريش بقى صغير، اي قشره صفرة هتطلع بقى ايه مع الخليط ده. 3 مكونات موجودين في كل بيت، هنحطهم على اي طيور. بصوا هتلاقوها فله ومفيش اي ريحه زفاره نهائي. بندعكها كويس قوي من بره ومن جوه. اي قشر هيطلع بقى، جلده صفرة، اي حاجه هتطلع مع الخليط ده. تمام. زي ما انتوا شايفين كده كل حاجه هتطلع بسهوله. لمده 5 دقايق كده ندعك دعكه حلوه كده في البطه تحت الحنفيه، وباخدها بغسلها غسله محترمه كده. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله فله كده، مستحميه ومروقه على نفسها، مفيش احلى من كده. بصوا الجمال. بعمل لها حاجه بسيطه خالص. بجيب فلفل اسمر، حبه فلفل اسمر، حبه ملح صغيرين، وبدعكها كده من بره ومن جوه. انا هعملها النهارده بطريقه احنا معظمنا بنسلقها، بس بطريقه سهله ومميزه. ملح وفلفل اسمر عادي بدعكهم كده بيها. اهم حاجه طبعا في البط الشوربه بتاعه البط، وخصوصا طبعا لو عاملين بقى جنبه محشي. فطبعا في ناس بتشويه تمام مفيش مشكله، بس بصراحه انا اهم حاجه عندي في البط الشوربه بتاعته بتبقى مميزه ونستخدمها في كذا حاجه. يا سلام بقى لو محشي. تمام. فانا هسلقها عادي معاكم، وبرده هدخلها في الفرن عادي. هتشوفوا الخطوات سهله وبسيطه. انا حشيتها ايه بقى؟ جبت بصلتين 3 صغيرين كده وقطعتهم جوليان جوانح كده زي ما انتوا شايفين. حبه فلفل اسمر، حبه ملح. بدعك البصلايه دي كويس قوي كده. تمام. وهحشيها في البط ده. البط ده بعد ما يتسوي ويتحط في الفرن، يستوي ويتحط في الفرن، هتلاقوه طعمه مميز البصل ده. تمام. هحشيه عادي كده بكل سهولة. طبعا في ناس بتحشيه خضار، في ناس بتحشيه رز، في ناس بتحشيه فريك، في ناس بتحشيه ورق عنب. الحاجة اللي تفضلوها براحتكم. تمام. بجيب البصل اللي انا عملته ده كده وجوه البطاية كده ايه، وبدخله بكل سهولة. تمام. بجيب عندي بقى خلة عشان اقفل البطاية كده من تحت. خلة عادية عادي، خلة بروح مقفلاها عشان اعرف اسلق ايه البطاية والبصل ما يقعش في قلب المية. تمام. بكون محضرة طبعا مية السليق، بكون حاطة فيها بصل وجزر وطماطم، فلفل اسمر. بجيب عندي بكل سهولة، بمسك الجلدتين مع بعض
وبقفلهم اهو. طبعا زي ما قلت لكم الحشوات اللي تفضلوها براحتكم. انا حشيتها بصل بس كده. طعم البصل ده بعد ما تستوي البطه ما شاء الله. بقفلها كويس زي ما انتوا شايفين كده، الجلدتين على بعض، وبقفلها زي ما انتوا شايفين، مفيش اي تعقيدات فيها خالص. تمام كده تمام. بكون محضره بقى الحله بتاعتي اللي هسلق فيها البطه. طماطمايه، بصلايه، البهارات، ملح، فلفل، وطبعا جزر. بجيب بقى البطايه وبحطها في قلب الميه بتاعتي. اسيبها بقى ان شاء الله مش تاخد سوا، يعني كبيرها قوي ساعه الا ربع وتكون استوت معايا. ملح، فلفل، حبه بهارات صغيره كده تحطها على الشوربه. زي ما قلت لكم احلى حاجه في البطه هي الميه، الشوربه بتاعت البطه. هتعمل احلى شوربه دلوقتي. غسلينها كويس ومنضفينها، مفيش اي زفاره. الشوربه بتاعتها ما شاء الله هتبقى مميزه. حبه ملح وفلفل صغيرين، وبسيبها بقى زي ما قلت لكم، يعني هتاخد لها بتاع ساعه الا ربع كده على البوتاجاز باذن الله. بجيب بقى عندي بسيبها تتسلق. الخليط اللي هحطه عليها من فوق هنا معلقتين كبار من الصلصه، صلصه معلبات بتاعتنا العاديه، وحبه كده من دبس الرمان. دبس الرمان ما عندكيش دبس رمان يبقى مثلا معلقه من العسل الاسود. تمام. بس دبس الرمان هيديها لون تحفه. حوالي معلقتين كده كبار محترمين من دبس الرمان. تمام. عندكيش دبس رمان يبقى معلقه عسل كبيره اسمر، معلقه عسل اسود عادي. حبه زيت بقى، حوالي معلقتين 3 زيت. حبه ملح، حبه فلفل اسمر. بس كده. هي دي الخلطه اللي هنحطها على البطايه. هتديها بقى لون تحفه. بصوا الجمال. عايزه اقول لكم الخلطه دي ممكن تحطوها على المشاوي. سلقتوا فراخ عايزين تحطوها في الفرن، ممكن برضو تجربوا الوصفه دي عليها، جميله جدا. بتدي لون حلو قوي قوي. مش شرط للبط، لاي حاجه هتدخلوها الفرن. طبعا حبه من البابريكا كده محترمين، نص معلقه كبيره من البابريكا. دبس الرمان بيدي لون حلو قوي لاي مشويات في الفرن او اي طيور في الفرن، بيدي لون حلو جدا. تمام. بجيب عندي بقى البطايه لما اتسلقت واتهرت كمان. بصوا شكلها، يعني هي ساعه الا ربع وما شاء الله استوت على طول. بجيب بقى عندي الخلطه اللي انا عملتها قدامكم دي، وبدهن بيها البطه كويس قوي من الجوانب وبره ومن جوه ومن الظهر. بقلبها تقليبه محترمه كده في الخليط ده، وبحطها تحت الشوايه بالظبط 5 دقايق. ما بتاخدش وقت كتير. تحت الشوايه بالظبط 5 دقايق. هوريها لكم دلوقتي ما شاء الله. بصوا الجمال، والله ولا اجدعها مطعم. عملتي حاجه حلوه مميزه في بيتك ما شاء الله. بصوا شكل البطايه، ريحتها وطعمها ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الجمال. اتمنى بقى لو الوصفه عجبتكم تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو منكم. اشوفكم على خير في وصفه جديده. سلام.